يا مساء الخير وصباح الجمال على كل المستمعين في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة وفضفضة جديدة. الحقيقة أنا كنت مجهزة كذا حلقة بصراحة الفترة اللي فاتت، والمفروض إن واحدة فيهم كانت تنزل النهاردة، ولكن بما إنه بعتمد أكتر على الفلو في المحتوى بتاعي أو يعني إحساس إنه دلوقتي محتاجة أوصل الرسالة دي، بحس إنه سبحان الله بتيجي كده كإلهام، كنوع من أنواع إنه ممكن يكون حد محتاج يسمع الكلام ده دلوقتي. فالنهاردة هنتكلم مع بعض عن الحكمة من حدوث الأشياء في حياتنا. كتير قوي بنبقى مش فاهمين الحكمة للموضوع اللي حصل ده مثلا في حياتنا، والألم اللي احنا اتألمناه بالشكل ده غير بعد وقت طويل، وبتبدأ تبان قدامك حاجات وتفاصيل بتظهر وتحطها كلها جنب بعض كده، زي ما كأنك بتركب بازل، يعني بتركب كده الأمور على بعض. بتحس إنه سبحان الله، عمرك ما كنت تتخيل انك انت في يوم من الايام مثلا عديت بالتنمر ده في المدرسة، مثلا حد اتريق على شكلك، على لونك، على طريقتك، على اي حاجة، على مستوى دراستك، ايا كان. وانت دلوقتي بعد هذه السنين لما كبرت اكتشفت انه ربنا سبحانه وتعالى خلاني اتعرض لده واحس بهذا الألم، عشان دلوقتي لما اشوف الطفل ده بيتعرض لده ادافع عنه، عشان افهم الطفل ده الكلام اللي انا كنت اتمنى اسمعه وانا صغيرة مثلا. وكذلك على باقي حاجات كتيرة جدا بنمر بيها، عبارة عن هزات حاجة كده تهز نفسيتك من جوه بشكل غير طبيعي. مهما اتكلمت عمرك ما هتوصف الإحساس زي ما إنك كنت عايشه. بتفاجأ برضو بعد فترة من الوقت، وبعد فترة من إنك تتصالح، لأنه مش كل الناس بتحاول إن هي تتصالح مع نفسها، أو في ناس بتغرق في المشاكل وما بيبقاش عندها نظرة تأملية لفهم الأشياء والتحليل وفهم الحكمة، وبتنشغل في الحياة. ممكن تكون طبيعة شخصيتهم كده، أو ممكن نقول الطبيعة اللي نشأوا فيها للبيئة، يعني خلتهم ما يعرفوش يعملوا كده. ممكن يكون عمليين زيادة فبينغمسوا في الحياة، ولكن بيتفاجئوا بعد وقت إنه ده أثر على نفسيتهم بشكل كبير قوي. كل ده طلع عن طريق ضغط نفسي كبير، كل ده طلع عن طريق عصبية في أوقات كتيرة مع ناس انت مش فاهم انت متعصب ليه، كلها عبارة عن تراكمات. ممكن يطلع في أسلوب إنك تختار غلط أصلا، إنك أنت أصلا ما تعافتش من العقد اللي جواك بسبب الحاجات اللي أنت مريت بيها، وما توقفتش مع نفسك وقفة إنك تفهم ده كل ده حصل ليه، وتحاول تعالج نفسك بنفسك، أو تروح لناس تساعدوك أو يساعدوك تعالج نفسك بنفسك. أنت ما اديتش الموضوع أهمية أصلا عشان أنت منشغل في الحياة. شئت أم أبيت كل ده هيطلع عليك. اشتغلت على نفسك هيطلع نتيجته قدام، ما اشتغلتش على نفسك هتطلع نتيجته قدام. ودي للأسف طبيعة الحياة، إن هي فيها مشاكل، فيها ظروف صعبة، فيها آلام كتيرة، ولكن الأكيد والحتمي إنه لم يحدث عبثا أبدا. كل حاجة كانت لسبب، لأن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، والله سبحانه وتعالى هو اللي قدر إن ده يحصل لك. ربنا مش بيكرهك، لا، ربنا بيحبك. وانت في أثناء الحدث والألم عمرك ما هتفهم، أو يعني خصوصا في بداية الحياة عمرك ما هتفهم إن ده حب مش كره. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فإحنا مش بنفهم في وقت الألم، ولكن بعد الألم بفترة بنبدأ نحمد ربنا، بنعدي بألم تاني. الألم ده وإحنا أثناء الشعور ما بنحسش برضو بالحكمة، لحد ما مرة على مرة على مرة هتلاقي نفسك وانت بتتألم وانت في عز الأزمة انت جواك مطمئن، لأن انت عارف انه ياما حصل قبل كده وفهمت الحكمة بعدين. فربنا مقدر ان انا ما فهمهاش دلوقتي، بس اكيد في حكمة هتبان كده كده هتبان. والألم اللي انا حسيته ده هو جاي علشان سبب، عشان يفوقني،
عشان يكفر ذنوب عندي، عشان يوضح لي حقيقة ناس لازم أبعد عنهم، علشان يخليني أخد فترة نقاهة بعيد عن حاجات معينة، أو يحميني منها بصورة أو بأخرى. أسباب كتيرة جدا للحاجة اللي انت بتمر بيها دلوقتي. فانت خلاص بتبقى وصلت لدرجة انك انت مطمئن وسط الأزمة. وأكبر دليل على ده أهل غزة وأهل فلسطين، كمية القوة والصمود اللي باينة في عينهم رغم الألم ورغم المشاعر الصعبة جدا اللي محدش هيحس بيها غير اللي مر بحاجة شبهها، سواء كان في بلاد كان بيحصل فيها ده، محدش هيحس بيها غير الناس اللي حست ده. ورغم كده في قوة وصمود ومقاومة وثبات. عمر ما حد فيهم مثلا تلاقيه تهز كده، لا، ده بيضحكوا وسط الألم. ليه؟ علشان خلاص سلموا ان ده اكيد لسبب، وربنا هو المطلع على كل شيء. مهما حاولت تعمل ربنا قدر كده، يبقى خلاص اكيد في حكمة. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللي في ايدنا نعمله ان احنا ناخد بالاسباب، وان احنا نحاول نتأمل في احداث حياتنا عشان نفهم ايه اللي ورا الاحداث دي. وهي دي تنفيذ لامر ربنا سبحانه وتعالى لينا لما قال لنا تفكر، افلا تتفكرون، افلا يعقلون، افلا يتدبرون. فاحنا مطالبين بالتدبر والتأمل والتفكر، دي لوحدها عبادة اصلا. ففكرة ان احنا نتأمل في حياتنا في حد ذاتها عبادة، والطلب من الله سبحانه وتعالى انه يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ده برضو أحد الحاجات اللي هتهون علينا كتير من اللي احنا بنعيشه كل يوم. فالمطلوب مننا ان احنا ناخد بالأسباب، نتأمل ونحاول نفهم الحكمة، وندعي ربنا يفهمنا الحكمة ويخلينا دايما نتعلم وما نكررش الأخطاء تاني. الحاجة التالتة والأكيدة والأهم طبعا إن إحنا ندعي ربنا دايما إنه أي ألم إحنا بنعدي بيه يهونه علينا ويفرجها علينا ويعوضنا خير عن أي حاجة إحنا بنعدي بيها. لأن أوقات كتير فهم سبب أو فهم الحكمة من الأشياء بتهون كتير قوي من واقع الأشياء. فأنا حسيت بصراحة أن الرسالة دي محتاجة أوصلها النهاردة. أتمنى تكون مفيدة لأي حد بيسمعها دلوقتي، وأتمنى يا رب إن شاء الله ربنا يفرج عن أهل فلسطين وأهل غزة وكل المسلمين في كل مكان. ربنا يهون عليهم اللي هما بيمروا بيه ويفرجها من حيث لا نحتسب، ويرزقنا يا رب نصرا قريبا عزيزا من حيث لا نحتسب ولا ندري يا رب العالمين. فادعوا لهم كتير. ولو حابين تشاركوني أي حاجة حابين تعبروا عنها، الكومنتس موجودة. فبشكركم جدا على حسن الاستماع، واشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي أو البودكاست اللي جاي. دمتم سالمين وإلى اللقاء.